بشكر تامر حبيب بالفكره دي حقيقي انه انقذ الصدفه دي. هل نقدر نقول تامر حبيب هو اللي اداني فرصه لكاريري انا بس بطريقه غير مباشره؟ مش عارف. يوسف عامل ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا مصطفى. عملت ايه في الصيام النهارده؟ بص انا في العادي انا بعمل الحركه اللي هي القذره دي اللي بنام طول فتره الصيام قذره، بس ما اعرفش ان رمضان مش جايبه معايا اليوم، جايبه معايا بقى بنزل. عارف الجو اللي هو الناس اللي بتنزل تجري قبل الفطار؟ لا والله العظيم ما عملتش النهارده بس عملتها اول يومين. طيب انت جاهز اللي احنا هنعمله دلوقتي؟ اي المفروض ماشي. دلوقتي احنا عاملين مسابقه كات افلام، ماشي؟ هنعديك على شويه تحديات ونشوف انت هتعمل ايه في كل تحدي. والمفروض كل ضيف هيجي هنا هيجمع نقط، وفي اخر الحلقه هنشوف السكور بتاعك كام، وهنشوف على اخر رمضان بقى السيزون بتاعك هيبقى انت ترتيبك كام وسط الناس اللي جاتنا. هنبدا بس معاك الاول كده باسئله تسخينيه كده. يلا بينا. ماشي، عايزين نعرف بس انت بتحب ايه اكتر. ماشي، يلا بينا. اول حاجه افلام ولا مسلسلات؟ اللي هي في المسلسلات بس مش قوي، هتوه منك بس يعني شغال يعني. افلام. ايه اكتر فيلم بتحبه؟ بحب ابراهيم الابيض قوي وبحب كيف قوي. حلو قوي. طيب ايه اكتر ممثل بتحبه؟ محمود عبد العزيز وكريم عبد العزيز. اكتر ممثله بتحبها؟ بحب حاليا ولا في العموم؟ سؤال صعب. ده بتتغير، خلي بالك حمراء كتير قوي، بحب كتير قوي بس بتتغير والله. حاليا بحب قوي رزان جمال، والله العظيم شاطره جدا. طب وقبل كده؟ وقبل كده لا بحب منى زكي، بحب هند صبري قوي، منى شلبي، الحاجات القديمه بحب قوي هند رستم، وبحب ناديه لطفي. حلو قوي. دلوقتي لو في فيلم كان نفسك تمثل فيه دلوقتي من الافلام الموجوده اللي نزلت يعني عامه، ايه الفيلم اللي انت كان نفسك تدخل تمثل معاهم فيه؟ اشتباك وكيرة والجن، يعني حاجه من الاثنين. اوكي. طب يلا نبدا اول جوله. يلا بينا. دول اسئله، ماشي؟ اوكي. انا اللي هقول السؤال. ماشي وكل سؤال هتجاوبه صح هتاخد عليه نقطه. ماشي. جاهز؟ جاهز. يلا. رامز جلال كان بيشتري مجله حكايات جنسيه في فيلم ايه في احلام الفتى الطائش؟ ماشي. صح ولا الطائر ولا الطائش؟ ده الطائر. الطائر صح. ماشي. رستخ يا زكي يا رستخ في همام في امستردام. ده كان همام في امستردام، كان ابويا بيقعد يقولوا لي كتير قوي لحد ما تحيه دلوقتي. والله العظيم ابويا دمه خفيف بس عارف الناس لما بتزيد بقى. رامز جلال شال شعر صدره في فيلم ايه اللي هو كان بيسمع فيه محي اسماعيل ده؟ ايوه. حد سمع حاجه؟ جامد. ايوه. المبادئ ما بتتجزأش واللي فيكم ما بيغلطش يروح يحاسب مريم. ده هاني سلامه في ويجا. جامد. ما حدش بقى عارف سؤالي. في الاخر الفيلم لما رجع لو 3 طلقات يبقى هو الراجل قتلهم كلهم، اللي هو اسمه ايه؟ ناسي اسمه، اللي هو شبه احمد براده ده اسمه ايه؟ ادهم. المهم يعني يبقى شريف منير قتلهم كلهم وما عملش حاجه. لو 4 يبقى هو قتل نفسه. ما بركزش بقى لحد دلوقتي هو ايه اللي حصل. محدش عارف ايه اللي حصل. كريم عبد العزيز كان بيسال على شارع يا وحشني رد عليا ازيك سلامات في فيلم ايه؟ كان بيسال على الشارع ده. فابو علي لما لا مش هو هي اللي استنى. غلط 100 والشباب سعيده جدا جدا والحياه زبادي خلاط. ده من فيلم ايه؟ هنيدي في وش اجرام لما كان بيتحقق معاه. مظبوط. والجهاز انفجر. حلو. خلاص كده خلصت. الحمد لله. احنا كده خلصنا اول جوله اللي هي ميكس بين الاسئله والافات. اوكي. ماشي، نخش على ثاني جوله. يلا. في الجوله الثانيه يا يوسف نعمل لك بقى تحدي للاذن الموسيقيه بتاعتك. ليك في الاغاني؟ ليا في الاغاني، بس انا مشكله لو الحان بس هتوه منك شويه، بس تمام. يلا دوس بلاي. 1 2 3. ماشي. تعالى بقى هنا. خمسة شوية على ابراهيم الابيض شوية. ابراهيم الابيض نسمعها كلها. ده انا بحب الحته دي لما محمود عبد العزيز على الكاريتا كده واللي بيعمل كده والله العظيم ويقوم لازم مكسور بقى وطلع فيلم اسطوره اقسم بالله. بس جامد كده. انت اول واحده جبتها. الحمد لله. طيب نخش على السؤال الثاني. ايوه. هتبقى اغنيه من فيلم. اوكي. وحاول تقول لنا من فيلم ايه. في اغنيه في حد هيغني؟ طب سهله دي تتجاب. سهله. ما تتكلمش غير لما الاغنيه تخلص. دي دولي شاهين صح؟ ما مش عارفين. لا دي كارول سماحه. اصل انا مش في المسلسل. ايوه يا عم دي دولي شاهين في ويجا. استنى بس انا قلبي ليه حاسس ليك فرصه ممكن تسمعها تاني. دي معروفه جدا يا جماعه. ايوه. علي شويه. علي شويه. هو ده الفيلم بتاع مصطفى شعبان ومنى زكي ده. انا قلبي ليه حاسس. دي معروفه جدا. انا هزعل من نفسي قوي. اسمع بقى الفنانه بتقول بقيه الكلام. الكلام يفكرني بحاجه. صدقني خلاص ما كنتش اعرف. ايوه هي دي. ايه دي بقى؟ يعني البطل هنا بيسمع الاغنيه وهو سابها فعلا. استنى
ده مش احلام عمرنا بتاع مصطفى شعبان ومنى زكي اللي هو فيلم بتاع الحصان ده بتاع انا سوما عايز باي اجابه، عايز اجابه. اسمه احلام ويجا عمرنا ولا ده. احلام عمرنا؟ لا دي مش دول شاهين، دي كانت الاغنيه بتاعت انا زي اي بنت. ايوه انا زي اي بنت. ايوه لا دي بتاعت لما لا ما حدش بيحب قوي غير لما يتجرح قوي. مش صح؟ اسمه ايه الاجابه؟ اسمه احلام، لا ما اسموش احلام عمرنا. انا عايز اجابه. يا عم قول لي بتاع اجابه. الحصان انت عارفه لما كان ياسر فرج عامل الشرير وخدها في عارف الحته دي؟ اتضرب بالنار ونزل المايه وعم عادي وبتاع. هو احلام عمرنا متهيألي. اجابه نهائيه؟ مع ايوه متاكد؟ مش عارف، انا محبط في نفسي قوي. طب نقول الاجابه. قول يا كده. صح. ما تهزرش والله العظيم. والله العظيم عارف. والله العظيم. والله العظيم انا اتلخبطت والله بس ما بين العظيم صح. التاني بتاع والله شفت بقى. طب والله دي صعبه على فكره. طب والله دي صعبه. اخر حاجه بقى معانا مشهد هتسمعه وتقول لنا المشهد ده من فيلم ايه. يلا بينا. بس هو خلي بالك هو تريكي جدا وصعب. بس في حاجه معلومه في الصوت ولا صوتهم عادي؟ لا صوتهم عادي. طب نجيبهم من يلا. الصوت سهل. ماشي. تفتكر ايه هي العناصر اللي يجب انها تتوفر في ضابط الشرطه؟ الانضباط، تشبع بروح العدل، الحزم، حارس عقار. واولا واخيرا حارس عقار، عمارة يعقوبيان، محمد امام. بس مش عارف مين اللي، مش فاكر مين اللي قدامه. جامد ده. مش فاكر كان ممثل معروف ولا حارس يعني عقار. مش عارف لما اسمه. صحي الصبح واستحمى أيوة، هو. وقابل هند صبري على السطوح وقالت له رايح تعمل ايه يا طه. طب انت ما لحقتش اصلا تكمل ازاي؟ معروفه الانضباط، تكمل معروفه صح. جامد. بوظت جامد. لك البرنامج انا هو آسف. لا هو جامد صح طيب، والله صح. ماشي. طيب احنا كده خلصنا الجوله الثانيه. الحمد لله، بس راحت مننا شرعيه وحشتني. بس مش مشكله مش مشكله. جاهز نخش على الجوله الثالثه؟ يلا نخش على الجوله. يلا على الجوله الثالثه. الفقره الثالثه هسألك شويه اسئله صح وغلط في 40 ثانيه، المفروض تجاوب اكتر عدد اسئله ممكن تجاوبهم، وطبعا لو عرفت بقى مع التصحيح بس يعني ده في الاخر بعد ما نخلص التايم. ماشي. في ماشي. حد هيصحح علينا ولا كده أوكي. كده طيب. ماسكين تايم. أوكي. ماشي يلا السؤال الاول. يلا بينا. شحاته ابو كف كان بيلعب في الاهلي. في الزمالك. محمد هنيدي كان اسمه تامر في فيلم يانا يا خالتي. كان اسمه تيمور. احمد مكي كان مسمي الضابط بتاعه سراج مهم على موبايله في فيلم لا تراجع ولا استسلام. مظبوط. في فيلم الليمبي، فيلم الليمبي سندوتش الكبده كان بنص جنيه والسجق ب 75 قرش. أيوة. صح جامد. انا افتكرت فيلم همام في امستردام خال محمد هنيدي كان عنده واد وبت وانترنت. مظبوط. في فيلم ظرف طارق كان البنت اللي كانت فاكره خالد الصاوي اللي كانت قابلته في السنترال في المكان اللي شغالين فيه ده. ماشي. توم كروز. توم كروز. لا بروس ويلس. لا فادي عطيه. ايوه. في فيلم الحاسه السابعه يحيى خد جايزه 100 جنيه لا. لما كسب بطوله الجمهورية. لا كانت اقل حاجه 49 جنيه باين ماشي. حاجه. في الباشا تلميذ ربة الصون والعفاف كان اسمها منى. معلش تايم خلص قبل ما افكر، قبل ما السؤال ماشي قول. يكمله. طب والسؤال خلص قول. ممكن تقول اجابه. لا. لا لا. غلط. لا انا عايز اجابه. انا هقول لا. بص حتى لو غلط انا ماشي. لسه مش فاكر اصلا الحته دي. انا ربة هقول الصون لا. والعفاف دي دي البنت اللي راحوا يتقدموا لها. كان اسمها ايه؟ كان اسمها منى. انا مش فاكر. هي فاكر هي ظهرت دي كانت منى فضالي صدق. ظهرت كده بس مش فاكر اسمها الصراحه. هبقى كداب لو قلت لك بس يعني. بس الاجابه هتبقى ايه؟ بس هقول لان منى ده اسم كومن قوي. ماشي أوكي. الاجابه غلط كده. يا خساره. شفت انا كنت عارف ما كانش اسمها منى. احنا كده خلصنا اول 40 ثانيه اسئله صح وغلط. ممكن في هنخش- كل مرحله بوقع سؤال كده غلط مش حلوه بس تمام. ماشي. هنعوض. احنا الجوله الجايه يبقى في تايم برضه 40 ثانيه. هنعرض لك حاجات على السكرين، مشاهد من افلام. انت هتعرضها من عندك من من الموبايل. عندي من انت الموبايل موصله طبعاً، بالتلفزيون. طبعاً. مش محتاج أمال الريموت إيه؟ خلاص. خالص اوكي بقى اي ماشي. حاجه. أوكي. هتقول لنا المشهد في فيلم ايه. ماشي. يلا هتبدا تلف دلوقتي. عايزين طيب، نلم 40 اكبر ثانية. عدد من النقاط. نقاط. أوكي. يلا مش عارف. اللي بعده. بتاع اللي كان بيصلح في العربيه بتاع رامز جلال. فيلم ثقافي. اللي بعده. ايه ده انا بحب السيما. ماشي. اللي بعده. الراجل الابيض المتوسط. ماشي. اللي بعده. الرئيس عمر حرب اللي مزجته ما شاء الله منتشر قوي. يا طارق يا مذيع. أيوة. اصحاب ولا بيزنس. ماشي. اوكي. بنات العم. صايع بحر. اللي هم بيحبوا البنات. لما كنت عاوز تجيب بنات ده. رحله حب ارسلني بورتريه علي. حماده يلعب. جامد والله جامد. بحب السيما ده انا. احنا خلاص تايم خلص. التايم يا حاجه معلم. والله العظيم يعني عايش. بس بتاعت عبد الله مشرف دي مين؟ ابو علي. ايه ده؟ انهي حته؟ ابو علي هو اللي كان بيزور لهم الباسبور اللي كانوا عايزين يهربوا بيه. احنا كده خلصنا الفقره الثالثه. جاهز الفقره الاخيره بقى. يلا بينا الفقره كده. واعملي 3 نقط انا مسامح فيهم. انا مسامح فيهم. احنا هنشوف في الاخر خالص جمعت قد ايه. اوكي. في بوستر برضه نفس الكلام. بوستر هيديك مجموعه صور تجيب لنا ممثلين عامه مثلوا في الفيلم ده. ايوه ممكن تلف دلوقتي تشوف البوستر. اوكي. فيلم جميل. حلو.
ماشي. انت فاكر الفيلم ده كان سنه كام او كده؟ كنت قد ايه انت ساعتها؟ بيتهيألي 2003 2004. كنت انت فاكر حضرته في السينما؟ حضرته ده هو الفيلم ده كان بينافس. خلى بحب السيما ينزل بجد والله. الشركه العربيه كانت محتاجه ميزانيه في سيوله عشان تعمل ميكساج ومونتاج ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا بشكر حقيقي هؤلاء، يعني بشكر الناس دي كلها، بشكر تامر حبيب بالفكره دي حقيقي انه انقذ الصدفه دي. هل نقدر نقول تامر حبيب هو اللي اداني فرصه لكاريري انا بس بطريقه غير مباشره؟ مش عارف عشان الفيلم ده نزل. عشان الفيلم نزل فده جاب فلوس، جاب بتاع 8 مليون، ده كان وقتها رقم كبير جدا يعني. بس دخل الميكساج ودخل المونتاج وكمل يعني. اوكي ده حلو قوي. كان محطوط في العلب كده في الخام ومرمي الفيلم ده مش هينزل اصلا. هو ده اللي قاعد بصطاد سمك دلوقتي. طيب هديك دلوقتي مجموعه صور. اوكي حاجه على سهر الليالي. المفروض بقى مطلوب منك ايوه تطلع ممثلين عامه مثلوا في الفيلم ده اوكي في خلال 40 ثانيه. اوكي جاهز؟ وفاء الكيلاني لا. اوكي شريف منير معانا. معتز التوني اشك انه طلع بسرعه عشان التايم. اوكي سوري حلمي احمد لا. اتفضل يا فندم. انا اسف بس الصور دي وجز طلع ما كانش لسه اتولد تقريبا. اوكي احمد هارون خد انا واحمد هارون بطل الفيلم. فين فتحي عبد الوهاب؟ طيب انتصار اهي ماشي. ما كانتش هتعمل الدور انتصار، كان حد تاني على فكره. بجد والله. هنخلص وهنقول لنا القصه دي. بسمه لا بسمه ما طلعتش. 2 لطفي لبيب هنا. منى زكي خد منى زكي. فتحي عبد الوهاب اهو اتفضل. 6 تايم خلاص. تايم خلاص. نشوف بقى هات بقى دول. اتفضل يا فندم. قول لنا كده طلعت كام واحده ويعني عندنا فتحي عبد الوهاب ادي 1 7 حلو. قول لنا بقى واحد كده طلعه بقى. اوكي يعني وانت بتطلعه انتصار. انت قلت لنا ان هي ما كانتش تعمل انا كنت كان حد قالها في اللقاء اصلا وانا سقطت الحوار ده. بسمه ايوه كان في. انا فاكر افتكرت حد قال كده فعلا. مش فاكر مين انا برضه عرفت تريفيا بقى اكيد معروفه دلوقتي ان اغنيه هاتوا الفلوس اللي عليكم بتاعه حماده هلال في العيال هيلبرت الاغنيه دي اصلا مكتوبه لمحمد سعد في عوكل عشان يغنيها لأوشا ومليجي. ايه ده والله العظيم. ايه وكان هيغنيها وبعدين هيسكر فهيخش التابوت. والله العظيم عشان كده معمول. وبعدين هو ايمن ماجد قمر لما لقوها في الفوكل ملهاش لازمه، الاغنيه بتاعت تركيا هي الحلوه. ايوه فقال لك لا خلاص يبقى نشيل الاغنيه دي ما نصورهاش اصلا، وما صورهاش فعلا وخدها حماده هلال في الفيلم. ايوه كان مليجي بيسرق فلوس. بس كانت جامده جدا عشان كده بيقول لهم هاتوا الفلوس اللي عليكم وعيله واطيه ونصابه. ده جامده والله العظيم. يلا انت فاكر اسمها انتصار؟ كانت طالعه لا خالص. لا ابيض. اللي بعد الصراحه شريف منير. فاكر كان اسمه ايه؟ لا برضه. انا الصراحه اللي بعد كان الفيلم ده وانا صغير ما كنتش بقى مش ما كنتش فاكر. اشوفه اصلا. ماشي. احمد حلمي. استنى كان بيزعق كده الحنان تركي. استنى فاكر الصراحه. استنى هقول لك جيهان فاضل كان اسمها. انا فاكر لما قالت له حط جورنان ومش عارف ده. انا فاكره. ولا احمد هارون على الحصان. بس مش فاكر برضه. مش فاكر. احمد هارون برضه كان غريب قوي. احمد هارون دلوقتي كان غريب قوي في الفيلم ده لما قلع على القميص في اللوبي وكان حوار تصرفات غريبه برضه. خلي بالك. مش فاكر اسمه. انا مش فاكر اسامي مش فاكر اسامي خالص. كده انت تاخد نقط على كتر خيرك. انت راجل محترم والله. انت راجل محترم منك لو انت فاكر. فتحي عبد الوهاب سميهم. لا مش فاكر برضه. يعني انا فاكر طبعا الجمله المشهوره بتاعته بس مش فاكر دمي ده بيجي فيك. طبعا لكن مش فاكر للاسف. ومنى زكي كانت مخلفه هي طفلين. دي سهله قوي. دي كانت محجبه وسهله قوي. عشان محجبه. استنى ده كان فتحي عبد الوهاب هو اللي بيقول لها لا مش عايز اسيبك وقعد تحت حجرها كده. بيري صح. صح ايوه. في حد كان اصلا في اغنيه كان بيغني. كان شريف منير هو اللي بتاع اغنيه. كان ملك يا بنت بيري. يلا كباري ونوري. يا حاجات اول الالفينات دي برضه كانت. انت كده جبت انا كنت بعمل عيد ميلادي برضه في فاست فود ماكدونالدز ومش عارف ايه مره. والله العظيم انا بتهيألي انا كده انا وقع مني 3. احنا هنشوف انت تتوقع جبت كام مثلا او وقع منك كام. مش بس اكيد حاجه فوق ال 30. حاجه فوق ال 30. مش عارف كام نقطه. اكيد حاجه فوق ال 30. ما تهزرش بقى. ما هنشوف لسه. هنشوف السكور هيطلع لك دلوقتي على الشاشه. هيطلع. ايوه كده. حطها في مكان عالي. حطها في مكان. بص اوكي يا ترى جبت كام؟ انا بقول بين ال 30 وال 40. طب انت متحمس تاخد البطوله دي؟ انا شايف ان انا المفروض يعني هكتسح بصراحه والله متواضع والله. بس انا ما فيش حد كله بيقول لك مش عارف. بتبقى اسئله سهله انت برضو تبقى رؤوف بالناس. لكن انا الصراحه لقينا الاسئله صعبه عن اي ريد كاربت او اي حاجه. فانا بقول لك هنشوف. هكتسح يعني.
دلوقتي في قدامك فرصه سؤال بونص، لو جاوبته ماشي هتزيد بوينت ماشي، هتفرق يعني يا معاك، رب ممكن خير. تفرق معاك يا رب. حلو كده ماشي. بس المفروض انت كمان هتسيب سؤال بونص لشخص اللي تاني بعديه. اللي بعديك. أوكي. عشان تحاول توقعه ماشي. ففي سؤال بونص معانا من ملك احمد زاهر ثابته، لو انت عايز تجاوبه اوكي، لو انت مش عايز تجاوبه هعمل معاك ديل حلو قوي عشان انت يوسف عثمان. طب بس لو مش عايز اجاوب ايه اللي هاخد النقطه برضه؟ لا هتعمل معاك ديل بقى، هبدله لك بحاجه حلوه. طيب انت شايف السؤال بتاع ملك حلو؟ هبدله لك ماشي. بحاجه ليها علاقه بالكوره. ماشي اديني ايه حاجه رايك لو بالكورة. جاوبت مثلا 5 اسئله عن الكوره تاخد طب افرض وقع مني لا، الكوره ما انت دي المفروض جامد بقى الكوره في فيها تواريخ بس، فافرض حاجه وقعت. لا ما لا تقلقش. انا هاخد سؤال ملك. لا انا هاخد سؤال ملك معلش. ملك حبيبتي انا هاخد سؤال ملك. خلاص سؤال لا صعب. انا انت خلعتني في الحلقه دي فانا مش هقع في الفخ ده تاني. طب انا هعمل معاك ديل، انا هجاوب سؤال ملك اخد النقطه وبعدين اجاوب اسئله الكوره دي وما تتحسبليش بحاجه. ماشي حلو ده حلو. خلاص ماشي. طيب ماشي سؤال ملك. يا سؤال ملك. احمد زاهر. ما انا اكيد طبعا، ما انا والله اقسم بالله كنت والله عارف العظيم كده. سؤال احمد زاهر في كابتن هيما. لا طيب ماشي. ماشي. في بلية ودماغه العاليه كان اسمه ايه؟ يا جماعه انا وقعت انا وقعت ولا فاكر مش فاكر خالص. طب يعني بقى كان من الاول اسئله الكوره كان من الأول. جميله الكوره. ماشي. الساحره المستديره حتى. نسالك حاجه ميكس كده بين فاهم حاجتين كده، دوري مصري على فاهم دوري انجليزي ماشي. على يا رب. بتاع يونايتد صح؟ المفروض ماشي. مانشستر يونايتد كسب شامبيونز ليج 2008 بضربات الجزاء. مظبوط. برافو عليك يا كابتن، صح المعلومه دي صحيحه، برافو عليك. بعد ما تعادلوا مع تشيلسي مظبوط. 1-1. انت كل دي بتقرا الحته دي. مين جاب جول يونايتد؟ في الماتش ده اه كريستيانو، وجون تشيلسي لامبرد، مين؟ ودروجبا اتطرد في الدقيقه 120 ولا في اخر الماتش. ومين ضيع اخر بنالتي؟ جون تيري حطها ده بره انت خالص. جامد، لا، ده سهل. انت جاوبت ده سؤال كل كده ولا ده بخمس ده اسئله؟ سؤال ده سؤال ماشي اوكي. سؤال تاني. عايزين 5 لعيبه كوره طلعوا في افلام. ماشي اقول لك بتوع الزمهلاويه كلهم. طيب ده بيزك. طيب بص، صالح سليم واكرامي واحمد صلاح حسني ولا ماشي. مسلسلات بس؟ لا الصراحه ما مثلش افلام، ما مثلش افلام. طيب اكرامي طلع، قلنا اكرامي. حسام البدري طلع في فيلم بتاع يا رب ولد برضه ماشي. معاهم، وعمرو زكي وجمال حمزه ده انت ومحمد خلاص، شوقي ده انت وعصام اكتر الحضر. من انت جامد بقى والله العظيم جامد. طيب 4 معلقين طلعوا في افلام. مدحت شلبي وميم الشربيني. فاكر مدحت شلبي طلع في ايه؟ مدحت شلبي في مرجان، وميم الشربيني في ابو العربي. صح. محمود بكر اشك انه طلع في حاجه، بس هو اكيد طلع في حاجه. اشك بس هو اكيد طلع في حاجه. ومعلق كمان في اللي هو كان ده لسه قريب فيلم جديد كان مع تامر حسني، اللي هو بتاع مش انا ده ولا البدله شفتش البدله الصراحة. شوبير. شوبير طلع؟ والله. بحاول شوبير اصلا ما شوبير ما بيطلعش في الحاجات شوبير دي. طلع مع تامر حسني. الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا 3-0 في 2005. مظبوط. مين اللي جاب الثلاث اجوان؟ فاكر. بركات جاب جون، عماد متعب جاب جون. اسامه حسني قصدي، اسامه حسني اصل انا يا راس الحربه. احنا اسامه حسني وبركات ومترك. حلو انت جامد والله العظيم، حبيبي والله العظيم جامد قوي. انا يا ريتني كنت عرفت. مين اللي جاب الاول جول للاهلي في كاس العالم للانديه 2012؟ اهلي. سيد حمدي باين. يا جامد والله العظيم جامد، والله العظيم جامد. سامحني في الاسئله اللي سامحني، ارجوك اديني نقطه. والله العظيم جامد. انت كده هتاخد البوينت. ربنا يخليك. تاخد البونص كده ربنا كده. اخد بيه البونص. اوعى تعلي الكيرف بالله عليك. ارجوك والنبي اديني البونص، اديني البونص. لا هتاخد البونص كده كده. ربنا يخليك تعيش. عايزك بقى اسيب سؤال بقى. سيب سؤال. انا عايز اسيب حاجه بقى، فاهم؟ حاجه اللي هو يسوح. اسمه ايه؟ ناسي اسم الراجل بقى. اسمه ايه الراجل اللي هو كان بتاع مدير الاداره التعليميه في الناظر؟ سامي سرحان. أيوة اسمه ايه في التجربه الدنماركيه؟ جامد حلو ده. اسمه ايه في التجربه الدنماركيه؟ سامي سرحان كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه في التجربه، اللي هو الراجل اللي شغال معاهم في البيت ويوزع الاكل على السفره وبتاع. ايوه بس هو ما اتقالش اسمه في الفيلم كله غير مره واحده، في لما نيكول سما راحت لعادل امام عملت له كده. هو افتكرها هو ما اتقالش اسمه غير بس. صح. فانا اسمه ايه بقى الراجل ده؟ ماشي جامد يا يوسف. احنا كده يعتبر خلصنا الحمد لله انا مستني الجواز على البيت. واحنا هنجيلك كده كده واكيد. الجواز دي ولا الجواز دي؟ لا مش مشكله اي حاجه. لا اللي يجي منك حلو، اللي يجي منك حلو. كده كده هنشوف في اخر يا رب رمضان. خير، يا رب خير. عايزين نعايد بقى. ايوه ماشي. شكرا جدا يا رب تكون اتبسطت معانا. اتبسطت جدا والله، اتبسطت جدا. وكده خلاص خلصنا. تمام اوكي. نشوفكم بقى الحلقه الجايه. سلام. ودلوقتي مع سؤال الجمهور. سمال خشاب كانت شغاله في قهوه، فيلم ايه؟ لو عارفين الاجابه قولوا لنا في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا فولو ولايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس والحاجات الكتيره دي. شكرا، باي باي.